السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. كنتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوجبه ديال الغداء ولا ديال العشاء. دابا كتوجد ما كاملاش حتى 10 دقائق تكونوا وجدتوها. آه، أكلة اللي كتجي لذيذة بزاف وصالحة 100% للموظفين والدراري والبنات اللي كيقراو بعاد على والديهم. يعني هذه هي الوصفة اللي كتقلبوا عليها. المهم كما قلت لكم دغيا كتوجد وما فيهاش كاع تمارة وكلشي كيدار غير في الطاجين، ما كتوسخو لا ماء لا والو. المهم هذا الطاجين بالقطيعات ديال لادان كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. المهم المكونات ديالو بساط وطريقة التحضير ديالو ولا أسهل. ندوز معكم دابا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة غادي نبدا بها هي غادي ناخد واحد الحبة ديال البصلة تكون متوسطة ولا كبيرة الحجم اللي بغيتو، المهم على حسب عدد الأفراد ديالكم. أنا درت هنا واحد الحبة متوسطة. غادي نحاول أنني نشلضها هكا مربعات رقاق على هذا الشكل هذا. وهنايا خديت طاجين درتو على النار وغادي ندير فيه شويه ديال الزيت، جهد واحد 4 معالق كبار هكذاك. ومن بعد غادي نضيف عليه هذيك البصله اللي كنت شلطت في الاول، وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. صافي غادي ندمج هاد البصله مع ديك الملحه نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نخلي هاد البصله هادي تشحر حتى تدبل ونقص الحجم ديالها. هنايا دزت كنقطع الطريفات ديال هذا. نتوما ديجا كانوا عندي مقطعين كارويات ولكن كانوا كبار شي شويه. ايوا دابا راني دزت نقطعهم هكا طريفات صغار. تقدروا الا ما كانش عندكم صدر ديال لادان تعوضوه بالصدر ديال الدجاج، ما كاين حتى شي مشكل، حتى هو راه غادي يجي زوين. المهم اللي كان متوفر عندكم خدموا به. صافي كما كتشوفوا قطعت هكا قطعات صغار. هنايا فاش تشحرت لي البصله ودبالت المهم كينقص الحجم ديالها. دزت كنضيف داك لادان اللي قطعت كنخلطها هكا مع ديك البصله باش حتى هو تدخلو ديك البنه ديال الملحه وداك الشيء. المهم وغادي نخليه حتى هو كيتقلى على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز نحك واحد 2 فصوص ديال الثومه على هذا الشكل هذا. المهم غادي نخليهم حتى هما غادي ندمجهم معاهم ونخليهم يتقلوا مع داك مع لادان. صافي هنايا بعد ما تشحر لي لادان دابا غادي ندوز نضيف العطريه. عندي هنايا التحميره، السكنجبير، قزبر، حبوب مطحون، كمون والخرقوم وشويه ديال الابزار. العطريه راه كتبقى على حسب الرغبه، واحد 4 معالق هكاك من الحاجه. وهنايا غادي نضيف شويه ديال الهريسه بالنسبه اللي كيبغيها. المهم الا كتعجبكم الماكله حاره بزاف تقدروا ديروا بزاف، انا درت غير شويه هكا حيت بناتي ما يقدروش ياكلوها. وصافي كنضيف هنايا واحد شويه ديال الربيع وكندمج هاد العناصر مع بعضياتهم وكنخليهم عاوتاني يتشحروا واحد شويه باش هذيك العطريه تقلى هكا وتطلق البنه ديالها مع لادان. على هذا الشكل هذا. هنايا صافي بعد ما تشحر واحد شويه عصرت هنايا واحد النص ديال الحامضه، راه كيجي زوين فيها وكيضيف لها واحد اللذه زوينه. المهم نص حامضه هكا عصرتها وضفتها عليه. صافي كنخلطهم هكا مع بعضياتهم. ودابا كنضيف واحد نص كاس ديال الماء. ما تكثروش الماء بزاف حيت راه القطعات ديال هذا مقطعين هي صغيورين، يعني دغيا غادي يطيبوا وراكم عارفين الطاجين راه ما كيشربش دغيا الماء، فمن الاحسن ما تكثروش من الاول الماء. صافي وغادي نسد عليه. وانا تاني فاش بدا كيدخلوا شويه الطياب حليت عليه. المهم هذه كتبقى خطوه اختياريه. ضفت شويه ديال الزيتون بلا عظم ولا داك الزيتون الاحمر اللي كنديروا مع الدجاج اللي كان متوفر عندكم، وضفت هنايا شويه ديال لي طوماط سوريس. المهم كتبقى خطوه اختياريه، اللي بغيتو ديروه اللي ما بغيتوش ديروه ما ديروش. صافي كنسد عليه نقص عليه البوطه ونخليه يطيب. راه دغيا كيوجد ما كياخذش كاع الوقت، مع كنديروا غير شويه ديال الماء دغيا كيطيب. هو نتوما تشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالي كما قلت لكم دغيا كيوجد وكيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه وزوين
وهكا فاش تحرق لكم في الليل في العشاء ما تعرفوا ما ديروا، هذا هو اللي يسلكم. وحتى اللي كان هكا مزروب في الغداء بحال بالنسبه للموظفات كما قلت لكم، للتلاميذ مساكن اللي كيقراو بعد على والديهم الله يحفظ العوان، هكا كيكونوا كيقراو الصباح والعشيه، هذا يوجدوه الغداء حسن ما ياكلوا هكا ماكله الزنقه. المهم كما قلت لكم راه كيجي لذيذ بزاف. الا جربتوه راه غادي يولي معتمد عندكم، انا متاكده من هذا الشيء. كتجي المرقه ديالو خاطره وزوينه، وكيجي معلك هاد العدن. المهم كيجي زوين، جربوه على ضمانتي. واخا كثرت عليه بزاف، ولكن فاش كتعجبني الحاجه ملي كنكثر عليها الشكر. المهم هانتوما تشوفوا كيف كيجي داير. ايوا صافي، دابا راني وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى تدعموني وتبارطاجيو قناتي مع حبابكم مع اصدقائكم. وما تنساونيش بلايك وتعليق زوين، على امل نلقاكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.